السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكلام على إيه النهاردة هيكون على سيمي فاينال دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الأسباني. قائمة ريال مدريد لمباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا: لحراسة المرمى لونين وكيبا وتيبو كورتوا، دول الثلاثي لحراسة المرمى. خط الدفاع كارفاخال وميليتاو وألابا وناتشو ولوكاس فاسكيز وفيران جارسيا وأنطونيو روديجير وفيرلاند ميندي. خط الوسط بلينجهام وكروس ولوكا مودريتش وكامافينجا وفالفيردي شاوميني داني سايبوس واردا جولر. خط الهجوم خوسيليو وابراهيم دياز ورودريجو وفينيسيوس جونيور. مدرب فريق بايرن ميونخ توخيل اتكلم عن مواجهة ريال مدريد في نص نهائي دوري ابطال اوروبا، وقال ان فريق ريال مدريد عنده قدرة هائلة في تبادل مراكز الفريق بين لاعبيه وفي الحفاظ على الهجمات المرتدة، وان طريقة لعبهم بتقلق اي فريق مهما كانت قوته. توخيل قال ان لاعبي ريال مدريد ما بيحضروش ولا بيبنوا هجمة من الخلف، ولكن في غفلة من الفريق المنافس بتلاقيهم في مناطق خطرة جدا. ودي اول مباراة من موسم 2018 لما واجهوا بعض في نص نهائي دوري ابطال، وقتها فاز ريال مدريد بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين قبل ما يفوز على ليفربول في النهائي بنتيجة 3-1. والحقيقة أنا مع توخيل المدير الفني لنادي بايرن في كل الكلام اللي قاله. ريال مدريد فريق مرعب ولو بيلعب بأي حد. ولسه طبعا كنت عامل فيديو بعد ما فاز على السيتي بركلات الجزاء وصعد للسيمي فاينال على حسابه، وقلت ان السيتي استحوذ على الكرة وعمل كل حاجة في المباراة، انما فاز الفريق اللي بيدور على البطولة واللي لعب بمنطق. هو ده الفرق بين الفرق اللي بتحب البطولات وبتدور عليها والفرق اللي بتمتعك كواحد من جمهور الكرة خلال المباراة اللي بتتفرج عليها فقط. كرة جوارديولا ممتعة ولكنها بدون تأثير، ومعاه لاعيبة على أعلى مستوى، لكن كل ده مش هيتكتب في التاريخ. وكلام المدير الفني للبايرن بيوضح لك ان المباراة فعلا مش سهلة حتى لو الريال في أسوأ حالاته. فهو لازم يحترم ريال مدريد علشان يقدر يقدم مستوى جيد من خلال المباراتين اللي هيلعبهم مع ريال مدريد في الذهاب والعودة. ريال مدريد يخوف فعلا رغم استحواذ السيتي في اللقاءين اللي ما بينهم، الا ان الريال من الناحيه التكتيكيه فريق ممتاز جدا وعلى اعلى مستوى. عندهم كارفاخال اللي قلت من زمان جدا انه افضل ظهير ايمن في العالم من وجهه نظري، لاعب عالي جدا وبيعرف يدافع ويعمل التغطيه العكسيه ولا اروع. وفي التحولات الهجوميه برضه بيعرف يطلع بالكره لزمايله مهما كان مزنوق، ده غير ان مجهوده البدني خرافي. ده من اللعيبه المؤثره اللي حبيت ان انا اتكلم عنهم. وكمان روديجير حاجه في منتهى الجمال بصراحه، رغم اني ما بحبوش كشخص الا انه سنتر باك مهم جدا في الريال في الوقت الحالي، وقدم مستوى ممتاز في مباريات السيتي الاثنين، وعرف يوقف خطوره هالاند المهاجم، اخطر مهاجم في السيتي. ميليتاو كمان مدافع عنده رشاقه ومرونه وبيلعب بروح عاليه جدا. انما عاوز اقول لك ان تقريبا اضعف حاجه في ريال مدريد هي الظهير الايسر فيرلاند ميندي، تحس انه بطيء جدا ودايما قلقان وراهب الموقف. نروح لخط الوسط بقى اللي بيجمع بين الخبره والشباب: كروس ومودريتش وبلينجهام وكامافينجا. حاجه في منتهى الجمال والله العظيم. اتنين لاعيبه كبار انشيلوتي بيعرف يوظفهم وبيعمل ما بينهم تدوير اكثر من رائع. بيقعد مودريتش دكه بينزل يصنع الفارق في بعض الاحيان، وانشيلوتي عارف كويس جدا بيعمل ايه، وصعب بصراحه يلعب الاثنين في الملعب مع بعض، ده نظرا للمجهود البدني اللي قل عندهم علشان عامل السن، وده يكون سبب في تعطيل اللعب وخساره المباريات. اتنين شباب بيعتمد عليهم انشيلوتي بجانب كروس ومودريتش زي ما قلنا، وهما كامافينجا وفالفيردي بيقدموا مجهود خرافي في الفتره الاخيره مع النادي الاسباني، وانا متاكد ان الاتنين دول مريحين اي لاعب معاهم في الملعب من الكبار زي كروس او مودريتش لو لعب منهم واحد من الاثنين، لان دول مجهودهم اكتر في الجري والالتحامات واستخلاص الكوره. ولو اني شايف ان مودريتش وكروس عندهم 20 سنه لسه ما شاء الله. اما في الخط الهجومي بيمتلك اتنين لعيبه مدمرين هما رودريجو وفينيسيوس جونيور. اي فريق في العالم عاوز يخسر بسكور من ريال مدريد يسيب لهم مساحات في خط الظهر. اتنين مدمرين.
ده غير ان عندهم الفينش عالي جدا وعارفين طريق الجول كويس قوي. فاحنا النهارده على موعد مع الجمال والاثاره والمتعه اللي بتوحشنا والله العظيم جدا، لان الناس دي بتقدم عظمه وكره قدم حقيقيه. وفي نهايه الفيديو اتمنى تدعمني بلايك جميل واشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم.